نتكلم بقى بعيد عن النقل الذكي خالص. احكي لكم تجربه ليا كده. التجربه ديت يعني انا استفدت بيها كتير قوي. من قيمه 12 13 سنه كده كنت بشرب في اليوم مش اقل من 3 4 علب، يعني 3 4 علب سجاير، لان كنت حريقه في السجاير. كنت لسه شاب بقى، وكان كل ما واحد يضايقني اولع سيجاره بقى، وعايش في الدور والشغله دي. المهم جيت في مره كده اتضايقت من نفسي قوي، قلت بقى طب انا اخرتها ايه السجاير ديت، انا نفسي ابطلها. قمت عامل ايه؟ عملت حاجه جميله قوي، والحاجه ديت يمكن انا استفدت بيها. فانا عشان كده يعني هنقلكم، يعني هنقل التجربه ديت لحضراتكم. قلت مفيش يعني اللي هيخلصني من حوار السجاير ده من الاخر كده مفيش الا ربنا سبحانه وتعالى. والله خلي بالك، انا مش شيخ ولا ليا يعني انا مش راجل شيخ وما بفهمش حاجه في الدين، شويه على قد، يعني على قد حالي. بس انا قلت يعني انقل التجربه بتاعتي، مش اكتر ولا اقل. المهم دعيت ربنا بقى، يعني جيت في مره كده كنت انا على طول بسهر، كنت داخل الجامع كده بالليل في الفجر كده، فضلت ادعي ربنا: يا رب، يا رب انت عالم بيا، انا نفسي ابطل السجاير دي. السجاير دي انا مستاء من نفسي جدا كل ما بشربها، حاسس ان انا يعني متضايق قوي فعلا. يعني نزلت فضلت ادعي ربنا، فضلت ادعي ربنا وانا ساجد كده وجيت مره واحده كده لقيت نفسي، والله العظيم يا جماعه زي ما بحكي لكم كده بالظبط، اقسم بالله العظيم هذا حصل. مره واحده كده اشتريت علبه سجاير، فجيت احط السيجاره في بقي كده، والله العظيم اقسم بجلاله الله وكأن طعم السيجاره فيه مراره، لا، في حاجه كده مش طبيعيه. قمت راميها، اولع واحده تاني نفس القصه، اولع واحده تاني نفس القصه. قمت رامي العلبه، قلت العلبه دي اكيد فيها حاجه غلط. رحت اشتريت علبه تانيه برضه اولعها نفس القصه. والله العظيم هذا حصل، اقسم بجلاله الله. برضه نفس القصه، طعم السجاره بقى غريب، يعني اشرب السجاره الاقي طعمها مر، واحس ان نفسي بيتكتم اول ما بشربها، وهي نفس السجاره اللي انا بشربها على طول، وكنت بشرب منها علبتين وثلاثه في اليوم. والله هي. بقيت مستغرب. المهم اسبوع ونفس القصه، مش عارف اشرب سيجاره. قلت طب ياض ما تروح للشيشه، جرب الشيشه. فعلا جيت اجرب الشيشه، نفس القصه. والله يا جماعه وهذا حصل في خلال اسبوعين، كنت مبطل السجاير. ازاي؟ انا ما اعرفش. سبحان الحي الذي لا يموت. من الاخر كده، اللي انا عايز اوصله لاي حد: لمن يتوكل على الله يجعل له مخرجا. انت توكل على الله وادعي ربنا، وربنا جميل قوي. ربنا يعني ربنا جميل قوي 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 قوي، احسن من اي حد. تحياتي للجميع.